النهارده بقى وصفتنا تحفة سهلة ومغذية. لو عندك طاولة عيش هتخلصيها عليها. هنجيب الحمص هنسلقه سلقا جامد جدا مبرحا، والبطاطس هنسلقها برضو حلوة قوي قوي قوي. وبعدين هنيجي بقى واحدة واحدة كده مع بعض، هنهرس الحمص هرس جامد جدا جدا هنخليه ناعم، وهننزل عليه بالبطاطس وهنهرسها برضو لما تبقى ناعم. فوائد الحمص بقى حلوة قوي، فيه مغنيسيوم وكالسيوم والياف، وبيقوي العظام، وحلو جدا للناس النباتية والناس اللي صايمة. وسلام بقى عشان ولادنا كمان صايمين. ضفنا عليهم ايه؟ ربطة بقدونس متقطعة، فلفل الوان او فلفل سبايسي حسب اللي عندك، التوابل اللي تحبوها، وشوية بقسماط 3 4 معالق بقسماط. وقلب قلب قلب، هنعمل المزيج ده مع بعضه ونبدأ نكوره زي البرجر كده معانا. بنبل ايدينا مية وبنبدأ ان احنا نشكله الشكل اللي انتوا عايزينه. انا عملته على شكل دايرة، وبعدين هرصه كله في صينية على كيس او استرتش، وهدخله يتفرز في التلاجة. لو وصلتوا لحد هنا ولسه بتتابعوني فشكرا جدا ليكم، ما تنسوش لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي على اليوتيوب يا ريت تشتركوا، كون شكرا جدا. وهنا بقى جبت شوية دقيق مع توابل وشوية مية، حطيتهم وقلبت لهم كده، ومعايا البقسماط هنزل بالخليط ده، وبعدين على البقسماط وانزل على طول في الزيت يكون سخن. وهنا بعد ما فرستها شوية ومسكت نفسها، شايفين شكلها تحفة ازاي؟ الكفر بتاعها ماسك تحفة جميلة قوي. لو عندك طاولة عيش هتخلص على الأكلة الجامدة دي. قدمتها مع ايه بقى؟ مخلل الطماطم والبدنجان المسلوق، تحفة على طريقة وصفات سارة. لو عايزين انزل لكم اللينك بتاعه. كنتم مع سارة في وصفات سارة، انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.